بسم الله الرحمن الرحيم. اهلا وسهلا بيكم حبايبي في قناتكم، قناه اطبخ ودبر ووفر مع بناتي. النهارده باذن الرحمن يا جماعه، كل سنه وانتم طيبين طبعا، عشان شم النسيم، وعشان طبعا قدوم باذن الرحمن يا رب شهر رمضان باذن الله يا رب. ربنا يوصلنا كده ويجيبوا لنا على خير باذن الرحمن يا رب كده ان شاء الله، ويتقبلوا منا كل حاجه كل عبادتنا يا رب. النهارده يا جماعه طبعا انا هبدا معاكم ان شاء رب العالمين الفسيخ. ان شاء رب العالمين الفسيخ ده انا جايباه. دول الثلاثه دول يا جماعه كيلو ونص. وعلى فكره انا بحب الفسيخ اعمله يكون يعني اقل حاجه يكون الواحده كيلو او اكتر من كيلو كمان، لان طبعا كل ما يكون كبير كل ما يكون احسن. بس بصراحه تقريبا في ازمه في البور الايام دي ولا ايه يعني، دول جايين بصعوبه بصراحه، علشان ان انا اعرف اوصل لان اجيب بوري بالحجم ده النهارده. فين عما جبت فعلا ان الواحده نص كيلو. فخلاص انا جبت الوقت الثلاثه دول كيلو ونص، هعملهم باذن الرحمن. والنهارده خلي بالكم النهارده باذن الرحمن يا رب، النهارده 10/4 شم النسيم ان شاء رب العالمين، يوم 29/4 يعني هيبقى 19 يوم باذن الرحمن، هيبقى تمام. طبعا على ما الفيديو ينزل لكم ممكن ينزل بكره او بعده يعني، انا بس انا بتكلم على التاريخ النهارده باذن الرحمن هيبقى زي الفل كويس قوي. الجو بدا كمان يعني يبقى حر كمان، وفي نفس الوقت كمان الحجم ده باذن الرحمن يبقى يعني 10 12 يوم 15 يوم بالكتير، ف 19 يوم هيبقى حلو قوي قوي بصراحه. فالوقت باذن الرحمن انا هقول لكم انا هعمل بيه ايه، بس طبعا لازم اغسله الاول بميه دافيه كده من الحنفيه باذن الرحمن، واغسله كويس قوي واوريه لكم باذن الرحمن انا بعمل فيه ايه، وانشفه كمان. هغسله كويس قوي وانشفه كويس واحوش منه الميه كويس قوي قوي، وهاجي اقول لكم انا هعمله ازاي يا جماعه دلوقتي كده يا حبايب قلبي. انا غسلت البوري ده غسيل كويس قوي قوي، وغسلته طبعا بميه دافيه تمام. وبعدين انا ما عنديش النهارده باذن الرحمن فوق بتاع عنديش مناديل ورق يا جماعه بتاعه المطبخ، فانا جبت فوطه نظيفه هي دي لسه مطلعاها والله من علبتها. الفوطه ديت اهي بتاعه المطبخ، فهبدا باذن الرحمن انشفه كويس كده زي ما انتم شايفين اهو اهو اهو. لازم تكون الفوطه قطن يا جماعه عشان تنشف كويس قوي اهو. انشفه باذن الله وبعد ما اخلص كده هعمل كمان همسك الفوطه يا جماعه، هدخلها في دماغ في الخرشوم بتاعه علشان باذن الرحمن تنشفه لي كويس قوي، وما يبقاش في الخرشوم اي ميه خالص لحد ما اخلص باذن الله اهوتي، واقول لكم هعمله ازاي باذن الله يا رب اهو معاكم اهو خطوه بخطوه اهو كده. بقى يا جماعه انا بحط خلاص الفوطه اهو في قلب الخرشوم علشان تمسح لي الميه كويس قوي اهو اهو كده تمام. شوفوا السمك ده على فكره طازه. السمك ده انا ما بحبش يا جماعه من اللي انا بقى ان انا احطه في الشمس وكلام من ده، لا هو طازه اهو، فهيطلع ما شاء الله فسيخ ما حصلش باذن الرحمن يا رب. بس انا بسيبه شويه في المطبخ في جو المطبخ العادي ده، بسيبه كده من يعني الوقت باذن الرحمن. احنا ان شاء رب العالمين الوقت المغرب بيدن يا جماعه اهو. انا جايباه طبعا من الظهر، هبدا باذن الرحمن هشتغل فيه باذن الله اهو كده هيبقى تمام لغايه ما اخلص ان شاء رب العالمين وانشفه كويس قوي. هقول لكم هعمله ازاي كده يا حبايب قلبي. انا طبعا نشفته تمام كل حاجه زي الفل اهي ما شاء الله. المكونات بتاعته طبعا او التحديق بتاعه بيبقى الملح ده يا جماعه خشن، ملح وشطه وكركم اهوتي. طبعا قبل ما بعمل اي حاجه خالص بمسك السمكه طبعا كده الفسيخه، انتوا عارفين من عند الديل كده بضغط عليها قوي كده، بضغط كده اهو كده اهو كده اهو علشان افص يا جماعه، اخلي اللحم نفسه يبقى مرق كده، ويبقى خارج من ما يعملش اما يتحدق ما يبقاش ماسك على الجلد. فاهميني؟ طبعا السمكه ما شاء الله السمكه مساعداني، السمكه طازه وحلوه. فانا اهو شوفوا اهو، بحيث ان انا الوقت اهي زي ما انتم شايفين كده بضغط قوي على الفص بتاع السمك كده علشان اخرج ساعه ما يعمل، عشان لما احدقه باذن الرحمن واجي اعمله انضفه يبقى الجلد ده يسيب اللحم ما يبقاش ماسك فيه اهو كده باذن الرحمن لغايه ما اخلص ان شاء رب العالمين الثلاث بوريات باذن الله يا رب، وهعملهم قدامكم كده باذن الرحمن لغايه ما اخلصهم، وهبدا التحديق معاكم ان شاء رب العالمين. بس اما اخلي كده اللحم يسيب من على العظميه ماشي كده يا حبايبي. خلاص انا عملت السمك زي ما انا قلت لكم اهو، خلاص الوقت اللحم بتاعه فص خلاص اهوت من العظم بقى كده تمام اهوت، عشان لما يتعمل بقول لكم القشر ده يشال بسهوله. هبدا بقى باذن الرحمن هخلط الملح مع الكركم مع الشطه كده اهو
خلي بالكم ان دي كمان بيديني يا جماعه لول للسمك فظيع جميل حلو قوي، غير كمان ان السمكه سمينه حلوه ما شاء الله، فهتساعد ان شاء رب العالمين. وهبدا الخرشوم باذن الرحمن بملاه كده اهو، بملاه ملح كده، واحط كمان شوفوا بحط جوه كمان اهو عشان ينزل عند البطن كمان اهو اهو كده. وهجيب يا جماعه كيس افرشه ارش فيه ملح. استني يا ماما ممكن الشنطه دي تكون مقطوعه، هاتي لي الكيس. ايوه كيس اهو، هرشه كده اهو من الملح من جواه كده. وبعدين احط البوري كده اهو. بسم الله الرحمن الرحيم. هعمل طبعا كل كيس يا جماعه لوحده اهو. وهطلع منه الهواء خالص خالص كده، وهلف باذن الرحمن الكيس عليه كويس، وبعدين هوريهولكم ان شاء رب العالمين. اهو يا حبايبي طبعا دي تالت واحده اهو، انا سبت الاء هي اللي تعمل الله يكرمها اهي. بتحط في الكيس يا جماعه اهو، بتحط فيه الملح، وتحط طبعا الخرشوم بتملاه ميه الملح يا جماعه اهوتي، الملح مع الشطه مع الكركم اهو. وهتحط طبعا البورياليا دي في قلب الكيس بعد ما رشت الملح في قلب الكيس باذن الرحمن. ايوه حطهم كلهم بقى يا ماما كده. ان شاء رب العالمين فوقها برضو بتحط الملح نفس الحكايه، فوق البوري بتحط الملح كله اهو. وعندي الدليا يا حبيبتي شوفوا بقى بتلف الكيس ازاي، طبعا بتخرج منه الهواء خالص، بتخرج الهواء خالص اهي تمام اهو شوفوا. وبتلف الكيس كده كويس بقى بالملح بتاعه كل حاجه فيه اهي تمام تمام يا ماما ما شاء الله اهو كده ما شاء الله كده. وبعدين احنا عندنا بقى اللي هو الشيكرتون يا جماعه ده اهو مش اسمه شيكرتون برضو اهو. اللزق ده يا جماعه اهو الزقه كده باذن الرحمن عشان منعا لان اي نسمه هواء تدخل له يا جماعه اهو. وهنلفه باذن الرحمن. لفيه يا حبيبتي معايا كده وين اهو راحه جايه راحه جايه ماسكها لك، انا ماسكها لك اهو. عارفين اللي بنحمصه يعني لفوه خالص خالص، اهم حاجه ما يجيش عليه هواء. شد يا ماما ما يجيش هواء خالص اهو انا بلف معاها يا جماعه السمك اهو او البوريه اهو علشان خاطر اللزق ده يلف عليه كله. ايوه كده تمام عند الديل كده تمام علشان اطمئن خالص ان مفيش اي نسمه هواء تدخل له خالص باذن الرحمن يا رب. كده خلاص يا ماما اقطعي بقى اهو تمام. خدي يا ماما كده بقى كده خلاص يا جماعه ما شاء الله زي ما انتم شايفين. اللهم صل على النبي. الثلاث بريات اهمت زي الفل تمام كلهم اهمت عاملينهم نفس الحكايه. وهنحطهم طبعا في شنط بقى عاديه خالص اهي الشنط ما تكونش طبعا مخرومه ولا حاجه لان طبعا هو هينزل ميه، فاحنا عايزينه كمان يحتفظ بالميه بتاعته. الشنط دي برده هنطلع منها الهواء كده ونحطهم في كام شنطه، مش شنطه واحده، بنربطها كويس قوي وهنحطهم طبعا في كام شنطه باذن الرحمن. وهعلقه باذن الله يا رب باذن الرحمن. هحطه في اي مكان بقى في المطبخ هنا على دولاب المطبخ ممكن على اللي جنبيه، المهم يعني في الجو العادي بتاعنا ده باذن الرحمن. اربطي يا ماما كده اربطي. ايوه طلعي الهواء. ايوه طلعي الهواء كده اهو ماشي زي ما انتم سامعين يا جماعه اهي بتقول بتطلع الهواء فعلا بنطلع الهواء خالص. وبعد كده باذن الرحمن بقول لكم بنحطه في كام شنطه عشان كمان الريحه بتاعته ما تطلعش ولا اي حاجه ويفضل محتفظ بالعصاره بتاعته وبريحته وبكله لحد باذن الرحمن. وما بنشافش بقى طالما ان فيه فعلا الميه بتاعته جواه كده فعلا ما بنشافش زي ما الاء بتقول. وخلي بالكم يا جماعه باذن الرحمن يا رب كده ربنا يا رب يتقبل مننا باذن الله. احنا ان شاء رب العالمين اذا عشنا ما متناش ان شاء الله. يوم شم النسيم طبعا بيبقى يوم الاثنين بنكون صايمين باذن الرحمن علشان شعبان، فان شاء رب العالمين انا باذن الرحمن هفتحه معاكم قبل شم النسيم. هو بقى هعمله معاكم باذن الرحمن قبل شم النسيم هو والرنجه والحاجات دي كلها باذن الرحمن يا رب كده ربنا يكرمنا باذن الرحمن وهنحتفل به باذن الله. او انا يعني هفك باذن الرحمن او اوريكم الفسيخ بتاعنا. لا ان شاء الله هنكون اكلينه باذن الله قدامكم. ايوه باذن الله هنوريكم استوى. وخلي بالكم استني يا الاء، خلي بالكم يا جماعه ما شاء الله الاء خبيره في الفسيخ وخبيره ما شاء الله في تنظيف الفسيخ لان بالها طويل ما شاء الله. يعني انا ما بعرفش بصراحه، انا بختصر كده بسرعه ممكن اقصر المقص واطلع واعمل. هي ما شاء الله عارفين وريني حركه قص المقص دي سامعين يا جماعه سامعين
سامعين؟ لان هي خلي بالكم ما بتخليش اي حاجه تتهدر منه ابدا او تترمى منه الا فعلا القشر بس، والقشر والعظم. طبعا المقص والحاجات دي بيزوغ على ممكن لحم منه او حاجه، فهي مش عايزه طبعا كده. هي بقول لكم ما شاء الله انتوا هتشوفوا الاء بتنظفوا ازاي وبتعملوا ازاي، هيعجبكم قوي بصراحه. ونظامها باذن الرحمن في العمايل بتاعه الفسيخ وتنظيف وما شاء الله التنظيف بقول لكم والنيه تجهزه. ما شاء الله احنا بنسيب الموضوع ده على الاء بصراحه. عمايل الرنجه او الفسيخ بسيبها على الاء باذن الرحمن. فانتوا هتشوفوا معانا باذن الرحمن، بس اما ربنا يسهل باذن الرحمن يا رب كده ويكرمنا باذن الرحمن ونيجي نفتحه هيبقى قدامكم طبعا، وان شاء الله يا رب كده يعجبكم وباذن الرحمن يا رب. لان كان الطلب مني كتير الفسيخ، انا جبت الرنجه خلاص ووريتها لكم، فباذن الرحمن الفسيخ كمان يا جماعه قدامكم اهو. وان شاء الله ربنا يكرمنا باذن الرحمن يا رب ونتقابل على خير. ويا رب الفيديو بتاع النهارده يعجبكم، ولو عجبكم الفيديو ما تنسوناش في لايك وشير وسبسكرايب وتفعيل الجرس عشان يوصل لكم كل جديد. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.